عايزك تتخيل معايا انك اقتنعت بكلامنا في الحلقات اللي فاتت وقررت تتعلم مهارة جديدة، وقعدت سنة كاملة تتعلم، تاخد كورسات وتشوف فيديوهات وبتدي مجهود حقيقي فعلا، وفي الاخر اكتشفت انك كنت بتتحرك بس في الاتجاه الغلط. وده يخليك تسأل نفسك سؤال مهم: ازاي تعرف انك ماشي في الطريق الصح اصلا؟ لان المشكلة ان الطريق الغلط في بدايته بيبان شبه الطريق الصح، وده يفتح اسئلة اهم. هو كل مجهود بيتحسب فعلا، ولا ممكن تبذل مجهود كبير من غير ما تبني أي حاجة حقيقية؟ وهل التقدم الحقيقي بيبان في النتيجة، ولا في علامات تانية الناس ما بتاخدش بالها منها؟ وليه في ناس رغم إنها بتشتغل بقالها سنين لسه ثابتة في مكانها؟ في الحلقة دي مش هنعتمد على الحماس ولا على التحفيز، هنعمل 3 اختبارات بس، لو جاوبتهم بصدق غالبا هتعرف انت ماشي في الاتجاه الصح ولا مجرد بتجري وخلاص. الاختبار الأول: هل أنت مختلف عن نفسك من سنة فاتت؟ مش لازم تبقى غني ومش لازم تبقى ناجح نجاح مبهر، بس لازم يكون في تغيير واضح في طريقة تفكيرك، فهمك للمشاكل، ردود أفعالك، طريقة شغلك، حتى نظرتك لنفسك وللناس. لأن الطريق الصح حتى قبل ما يغير ظروفك بيغيرك أنت. فلو مفيش أي تغيير داخلي حاصل يبقى أنت غالبا بتتحرك بس مش بتتقدم. وخد بالك، ناس كتير بتتلخبط بين الحركة والتقدم، يعني طول اليوم تتعلم وتخطط وترتب فتحس انك بتتقدم، بس الحقيقة انت بتتحرك على الورق بس مش في الواقع. وده اخطر انواع الوهم، لانك بتحس انك برودكتيف لكن مفيش حاجة حقيقية اتبنت. الاختبار التاني اهم من الاول: هل اخطائك بتتكرر ولا بتتطور؟ الطريق الصح مش معناه انك ما بتغلطش، بالعكس، انت هتغلط وهتغلط كتير كمان، بس الفرق في شكل الغلط. في ناس كل سنة تبدأ من الأول، نفس الحماس، نفس الخطة، وبعدين نفس النهاية، وبعدها تعيد نفس البداية بنفس الطريقة وتوصل لنفس النهاية. أما الشخص اللي ماشي في الاتجاه الصح غلطاته نفسها بتتغير مع الوقت، لأن فهمه بيزيد وخبرته بتكبر فبيغلط بشكل أذكى، وده مؤشر واضح إنك بتتعلم فعلا. وخد بالك، في علامة خطر ناس كتير بتتخدع فيها وتعتبرها ثبات واستقرار. لو بقالك شهور مفيش تحدي، مفيش خوف، مفيش حاجة جديدة، انت فاكر انك كده مستقر، بس في الحقيقة انت واقف مكانك. الاختبار الثالث والأهم: هل وعيك بيزيد؟ دي أهم علامة فيهم كلهم. هل بقيت تعرف إيه اللي يناسبك فعلا، وإيه اللي كنت بتجري وراه لمجرد الانبهار، وإيه اللي بيستنزفك بدون نتيجة؟ وهنا في علامة قوية جدا بس محدش بينتبه لها، وهي نوع الأسئلة اللي بقيت تسألها لنفسك. في البداية كنت بتسأل إزاي أنجح بسرعة، إزاي أجيب فلوس، أنهي أسهل طريق. بس مع الوقت لو أنت ماشي صح الأسئلة نفسها بتتغير. تبدأ تسأل: إزاي أبقى أحسن، إزاي أفهم السوق، إزاي أشتغل بذكاء، إيه نقط ضعفي الحقيقية. وده أخطر مؤشر، لأن الطريق الصح مش بس بيغير نتائجك، بيغير طريقة تفكيرك نفسها. في النهاية الطريق الصح مش دايما واضح، لكن في علامات ومؤشرات قوية وواضحة جدا تقولك انت فعلا بتكبر ولا بس بتتحرك. هل انت بتتغير فعلا؟ هل وعيك بيزيد؟ لأن المشكلة مش إنك تبدأ غلط مرة، المشكلة إنك تفضل تعيد نفس البداية سنين. وهنا يجي سؤال أهم بكتير من مجرد أنا ماشي صح ولا غلط: هو أنا اخترت حاجة صح أصلا ولا غلط؟ بمعنى إن ممكن المشكلة مش في الطريق، ممكن المشكلة في الاختيار ذات نفسه. يبقى السؤال بشكل أوضح: إزاي تختار المهارة الصح من البداية قبل ما تضيع وقتك في السكة الغلط؟ وده اللي هنفهمه مع بعض الحلقة الجاية.